السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد وروتين جديد، بس الروتين مش هيمشي كده. الروتين انا عايزه اتكلم معاكم واحنا شغالين كده، عايزه اتكلم معاكم في موضوع، وان شاء الله باذن الله كل الفيديوهات اللي جايه هعمل كده. يعني كل فيديو اتكلم معاكم في مواضيع بتكون في اغلب حياتنا كلنا، يعني كلنا بنمر بيها. وعايزاكم تقولوا لي رأيكم، يعني كل موضوع اكلمكم فيه تقولوا لي رأيكم فيه، هل انا كلامي صح ولا غلط. النهارده الروتين بتاعنا هيكون يعني ايه متنوع كده، كان فيها كذا حاجة كده ورايا. كنت غاسلة الغسيل كده فهلمه معاكم، وهندخل هنعمل الأكل ونشوف كده ايه. لو في حاجة في الحوض هنغسلها، الحمام هنضفه كده يعني. واحنا مع بعض. تمام، نخش بقى في الموضوع بتاعنا. النهارده عايزة اكلمكم على الناس اللي بيحبوا يظهروا لك حب واهتمام، وهما في الحقيقة مش بيحبوا لك الخير. يعني هما ممكن يوصل بيهم الحال انك لو جبت تيشيرت جديد ولا حاجة بيتقمصوا، بيبان في عينيهم الغل كده، تحس انه باين عليهم، بس بيحاولوا يداروا ده، او بيحاولوا يبينوا لك احنا مبسوطين باللي انت عملته او اللي انت انجزته، بس هما بيبقى باين قوي ان ده مش حقيقة، مع ان ممكن تكون امكانياتهم افضل منك 100 مرة، بس برضو مش عايزين يشوفوك حالك بيتحسن. تحسهم بيتعبوا كده، دايما بيظهروا انهم بيحبوك وبيهتموا بيك، بس من جواهم مشاعر سلبية كده وغير صافية. تحس ان هم ايه، عندهم غيرة او حسد او كره، بس طبعا ده كله مش ظاهر. يعني بيبقى من جوه كده، بيبقى مجرد احساس بس عندك، غالبا انت بتحس بيه. واوقات بتكدب نفسك من كتر ما انت بتحب الشخص ده، ومش عايز تصدق نفسك ان انا لا، ده انا يمكن ده انا بظلمه او كده. بس انا جايه اقول لكم لا، صدقوا نفسكم وصدقوا احساسكم، لان مع الايام والمواقف هتتاكدوا ان احساسكم صح، وانكم قد ايه كنتم سذج، والسذاجه دي هتخليك تاخد على عينك في الاخر، يعني بجد. بس برضو يعني ايه، انت معذور، لان اللي انت شايفه ان الناس دي قد ايه طيبة، وقد ايه بتحبك وبتهتم بيك ونيتهم طيبة، وبيسألوا عليك ويضحكوا في وشك وبيقولوا كلام حلو. طيب ازاي بقى هنكتشفهم، وازاي هنتعامل معاهم، وليه في اصلا ناس كده؟ يعني ليه؟ فشوفوا بقى، مش كل الناس اللي بتضحك في وشك بتحبك. بعضهم بيكون عنده مثلا ايه غيرة او حقد، او ممكن يكون عنده ايه احساس بالنقص كده من صغره، يعني ممكن يكون طالع معاه، يعني هو ما بيحبش الخير لحد، وبدل ما يشتغل على نفسه بيقعد يراقبك ويتمنى زوال اللي عندك. يعني لو شايف عندك حاجة كويسة، مش يقول مثلا ايه ربنا يزيده ويكرمنا مثلا او كده، لا، هو بيبقى من جواه بيتمنى لك ان اللي عندك ده يزول. ممكن يكون عنده مشكلة انه شايف نفسه مش ناجح، فبيحقد عليك او على اي حد ناجح، مش عليك انت بس. وممكن يكون هو شخصيته كده مع اي حد، ومش عايز حد ناجح، مش عايز يشوف حد كويس، او بيحب يكون دايما احسن من اللي حواليه. فلو شافك ان انت بتكبر او بتطور من نفسك، بيبدأ بقى يبان عليه الحب، لكن من جواه بيتمنى لك العكس. طب ايه العلامات اللي بتوضح ان الشخص ده مش صادق؟ يعني بتعرف ازاي ان هو من جواه في مشاعر مش حقيقية، مش هي اللي هو بيظهر، مش هي اللي هو بيظهرها. انتوا فاهمين قصدي؟ وقت ما بيظهر لك الحب ده بيبقى وقت فشلك، لكن وقت ما انت ما بتكون ناجح بيختفي، او بيقلل من اللي انت عملته. حتى يعني ايه، لو ما اختفاش بيكون معاك بس لا، يحسسك ان اللي انت عملته ده ملوش لازمة. بيحسسك برضو انك دايما غلطان او ناقص، بس بطريقة ناعمة كده، زي اللي هو ايه، طب انت مش شايف ان انت مثلا استعجلت، مش شايف ان انت غلطت في النقطة دي كده يعني.
بيجيب سيرة الناس، دايما تلاقيه بيجيب سيرة الناس، اي ناس بقى، اي حد تاني بطريقة سلبية. فاعرف ان طالما اتكلم على حد ممكن يعمل ده معاك، ممكن طالما بيعمل كده مع الناس يبقى بيعمل ده معاك، يبقى هو طبيعته كده بيتكلم على اي حد. دايما ماما كانت تقول لي ايه، من قالك قال عليك. يعني اللي هيقعد معاكي ويتكلم معاكي على حد يبقى بيقعد مع اي حد وبيتكلم عليكي برضه. بس برضه ايه، بيبان عليه المساعدة، بس دايما بيكون فيها احساس انه بيمن عليك، يعني يحسسك ان هو ده انا بعمل لك، انا من غيري ما كنتش عملت او كده يعني، او بيقلل منك يعني. ولما بتكون فرحان تحس ان هو ايه، طاقته تقيلة كده، كأنه مش مستحمل ان هو يشوفك مبسوط. طيب ازاي بقى هنتعامل مع الناس دي؟ يعني لو خلاص انت اتأكدت ان الناس دي موجودة في حياتك او الشخص ده موجود في حياتك، هتتعامل معاهم ازاي؟ بص، اول حاجة اسمع احساسك، زي ما انا ما قلتلكوا في الاول، اسمعوا احساسكم. لو حسيت ان الشخص ده مش صفيلك، فغالبا انت احساسك صح. خليك دايما واعي وحدودك واضحة، مش كل الناس تستحق تعرف تفاصيل حياتك. يعني مش اي حد قدامك تقعد تحكي له بقى وتفضفض له وخلاص بقى تدي الامان لاي حد، لا. خصوصا لو انت عندك الاحساس ان الشخص ده مش صفيلك، ف... فتحاول ان انت ايه، تعمل حدود كده في الكلام معاه، مش اي حاجة تقولها له، سواء حلوة سواء وحشة، لان الشخص اللي زي ده هيفرح في الحاجة الوحشة اللي عندك، من جواه هيفرح، ولو حاجة حلوة ما عندك هيقلل منها. فطب وليه؟ ما انا اخلي الكلام بحدود، واخلي الكلام على القد، اللي هو ايه، حاجة مهمة هقولها لك، مش مهمة مش لازم تعرف تفاصيل حياتي يعني. انتوا فاهمين قصدي؟ طيب لو الشخص ده قريب منك وبتضطر تتعامل معاه دايما يعني، ومش هينفع ان انت ايه او مثلا ايه، مش في ايدك ان انت تشوفه كل فترة او كده، فانت هتشوفه على طول عادي، بس هتقلل الاحتكاك. يعني تحاول ان ايه، خلاص بقى نحط حدود ونقلل الاحتكاك، اللي هو ايه، مش سبهلله الحكايه بقى واحنا خلاص هنبقى اصحاب وكده ونحكي ونشكل بعض، لا. نقلل الاحتكاك ونقلل الكلام ونخلي العلاقة سطحية وهتكون محترمة. يعني لما تكون العلاقة سطحية هتكون محترمة، وهو طالما معرفش عنك حاجة سواء حلوة أو وحشة، خلاص هو بعيد عنك يعني. لا عندك حلو ولا عندك وحش، هو لا هيبقى، مش هيبقى جواه مشاعر من ناحيتك أصلا، اللي هو عادي بقى، هو شايفك قدامه خلاص. بس نيجي بعد كده، ما تحاولش تواجهه برضو ايه، بطريقة مباشرة. يعني ما تجيش تقوله انت من جواك ما بتحبنيش، انا عارف ان انت من جواك مش صفيلي، لا طبعا. لان النوع ده بيبقى دايما بيعرف يلف ويدور، فمش هتعرف تاخد معاه لا حق ولا باطل. يبقى بلاها المواجهة خالص، ما تواجهوش، ما تقولوش انت ليه عملت معايا كده، انت ليه كان من جواك، انت ليه في الموقف الفلاني كنت حاسس ان انت مبسوط، او كنت حاسس، لا. اي عتاب او اي مواجهة بلاش. وافتكر دايما ان النية الصافية مش ضعف، يعني ان انت لما تبقى نيتك صافية هو ده مش ضعف، دي ميزة. بس الميزة لما تتحول معاك من نية صافية لسذاجة، السذاجة دي ممكن تدمر حياتك. السذاجة ان انت تكون عارف ان الشخص اللي قدامك ده ما بيحبنيش، وانا برضو افضل اتعامل معاه بحب، وافضل اتعامل معاه ب... يعني بتلقائية وعادي، والموضوع يعني هات وخد ونفضل نتكلم عادي وطبيعي، لا. دي بقى اللي اسمها سذاجة، وتستاهل ساعتها اللي يجرالك يعني. بلاش. خلينا في ايه، تبقى نيتنا صافية، بس بلاش توصل معانا للسذاجة. نيتي صافية من كل الناس، بس انا خلاص عرفت ان الشخص ده قدامي مش يعني ايه، اصل لازم هيبان لك في موقف من المواقف، احنا في حياة يومية، ولو الشخص ده كمان انت بتتعامل معاه على طول، لازم هيبان لك على طول ان الشخص ده فيه حاجة من جواه مش صافية. فلما يجيلك الاحساس ده خلاص بقى، خلي بقى النية الصافية دي
ما تبقاش سذاجة، هي تبقى مجرد تعامل عادي. يا رب تكونوا فاهمين قصدي ويكون واصل لكم. مش عارفة اوصل لكم اللي انا حاساه او اللي انا عايزة اقوله اكتر من كده. بس فالسذاجة هتدمركم. بلاش السذاجة يا جماعة مع الناس، خصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده. بجد الناس ما بقتش زي زمان. دلوقتي الناس دي موجودة على طول وده طبيعي، بس المهم انك تكون واعي ومركز وعارف تحافظ على نفسك وطاقتك ومشاعرك. ما تهلكهمش مع كل الناس. دايما خليك مع الناس اللي بتحبك بصدق. هتلاقي الناس بتحبك بجد وبتفرح لك بجد من قلبها. وطبعا زي ما قلت لكم مع المواقف بيبان الشخص اللي مش صفيلك، وبيبان الشخص اللي من جواه فعلا بيحبك من غير اي مصلحة. فحاولوا ان انتوا الناس دي تمسكوا فيهم بايديكم واسنانكم، لان الناس دي ما بقتش كتير دلوقتي، بقى قليل قوي. يعني يعتبر بيتعدوا على صوابع الايد الواحدة، مش الايدين كمان. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم والموضوع بتاع النهاردة عجبكم. فلو عجبكم قولوا لي رأيكم فيه، قولوا لي انا كلامي صح ولا غلط ورأيي صح ولا غلط. وقولوا لي برضو هل في حياتكم الناس دي ولا لأ. يعني اكتشفتوا ان فعلا في حد من اللي انتوا كنتوا بتتعاملوا معاه بصفيان النية، من جواه مش صافلكم، او من جواه مش يعني مش كويس، ما بيحبلكش الخير. خلاص بقى. معلش يا جماعة على صوت الاشعارات ده. قولولي لو لقيتم الناس دي في حياتكم، عرفوني ان انا مش لوحدي، وعرفوني ان احنا كتير، لان انا عارفة ومتأكدة ان احنا كتير، لان الناس دي دلوقتي في حياتنا كتيرة قوي. بس لو عجبكم الفيديو يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك لو اول مرة تشوفوا قناتي، وكمان اعملوا مشاركة مع حد ممكن يكون محتاج ان هو يسمع الفيديو ده، لانه ممكن يعني يفيده ممكن. وقولوا لي برضو الفيديوهات اللي جايه حابين ان احنا نتكلم مع بعض في ايه المواضيع اللي انتوا حابين تتكلموا فيها، او المواضيع اللي في حياتكم مضايقاكم، انه نشوف رأينا مع بعض وكده. يعني كده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلاص خلص. انا يعتبر خلص. عملت النهاردة يعني لميت الغسيل وهطبقه بقى بالليل وانا قاعدة كده من غير تصوير يعني ولا حاجة. عملت مكرونة بشاميل ودخلت على الحمام. قلت بقى ان انا اديله شطفة سريعة كده من بعد العيد، يعني من ساعة العيد ما اتعملش، فقلت اديله شطفة سريعة كده، لان انتوا عارفين ان عندي التراب دايما في كل مكان في الشقة، حتى الحمام حتى المطبخ بيكون على البوتاجاز، فدايما التراب ده على طول على طول. فالحمام سهل مية وغسيل على طول، بس الشقة بصراحة هي اللي بتخلي الواحد يجيله حالة اكتئاب. بصوا بقى انا بعمل انا بدلق يعني ممكن اوكسي او بريكس، او ممكن لو الحمام نضيف ما فيهوش اي حاجه ممكن شويه ديتول بس كده. وبعمل نفس الموضوع ده، برش عليهم ميه وبالمقشه دي بقى. بصوا بتنجزني المقشه دي، عندي قديمه ما بستخدمهاش في كنس الشقه يعني ولا حاجه، فبروح بالمقشه كده على طول تك 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 الحمام من بره والارضيه كلها، وممكن كمان اوقات بغسل السيراميك بتاع الحيطه بيها، ومن جوه الحمام بغسله بالفرشه بتاعه الحمام. وكده خلاص بكون انجزت الحمام. ما خدش معايا مثلا 10 دقايق ربع ساعه، وبيكون خلاص فله يعني. وطالما الحمام نضيف وريحته حلوه الشقه كلها بتكون نضيفه وريحتها حلوه. انا بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وقولوا لي رايكم في ان احنا كل فيديو نتكلم كده في موضوع، علشان ما يبقاش فيديو كلام وخلاص. حاسه ان انا يعني انتوا شايفين كده كده اللي بيحصل في الفيديو، شايفين الروتين، فنستغل الفيديو وهو شغال ان احنا نتناقش مع بعض ونتكلم في مواضيع حياتيه تكون موجوده في حياتنا كلنا، ونستفيد من خبرات بعض. لو عندكم اراء تقولوها لي برضو انا هستفيد منكم، ونستفيد من بعض ونستفيد من خبرات بعض يعني. فانا قلت لكم رايي على اكيد ما قدرتش ان انا الم لكم كل الكلام كما ينبغي يعني. فلو عندكم اي راي قولوه لي، ويبقى جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.